اللي يجي عليك قريب او غريب. شوف انا عندي كام سنه؟ 37 سنه، على وش ال 38. ما اتنصبش عليا قبل كده؟ اتنصب عليا. قرايبي جم عليا قبل كده كتير، اذوني حصل. دخلت قبل كده في شراكه واتنصب عليا حصل. انا اشتكيت حد في حياتي؟ عمري ما اشتكيت حد وعمري ما هشتكي حد. ليه؟ هيشغلونا عن ربنا. اصل ايه البديل؟ البديل المحامين والمحاكم وشد وجذب وحرق اعصاب، والمحامي هيشتري ويبيع فيا. مع احترامي للساده المحامين كلهم على راسي، يجعل كلامنا خفيف عليهم، قولوا امين. اهو ده السكه البديله، مش عايزها. وفي الاخر لن ياتيك من شريكك او من قريبك او من غريمك الا ما قدره الله لك. طب ما تسلم الملف من الاول لربنا. من نافسكم على الدنيا فاتركوها له، يشبع بيها وروحوا لربنا وقولوا له يا رب سامحناه لاجل خاطرك يا رب وحقنا عندك. طب ترجمتها ايه؟ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. 7 مرات في اذكار الصباح والمساء. تاني قولوا ورايا حسبنا الله. ما تقولوا ورايا بضمير شويه ولا روح حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. بس ترجمتها ايه الكلمه دي؟ سامحناهم يا رب لاجل خاطرك وحقنا عندك. من نافسكم على الدنيا فاتركوها له واستعوضوا ربكم، ومن نافسكم على الاخره فنافسوه عليها الى ان تلقوا ربكم. ما توحدوا ربكم. مش سامع. والاخير المشاحن. ايه هو المشاحن؟ اللي بيخاصم؟ لا، انت حر ان انت تحجم علاقاتك زي ما انت عايز. ان انا اخبط على باب بيتك، تبص في العين السحريه تلاقينه قدام الباب، تقول لي انت غير مرحب بك النهارده يا مولانا، يلا فوت علينا بكره يا سيد. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. انت حر. لكن ايه بقى اللي انت مش حر فيه؟ ان يتحول الخصام الى غل وحقد وبغضاء في القلب تنتج الشحناء. ايه هي الشحناء برضو يا مولانا؟ مش فاهمين. ببساطه أن يصل بك الخصام إلى مستوى أنك تفرح إذا نزل بخصمك ضر وشر. تفرح وتشمت وتقول ده ذنبي. مش بيحصل؟ ولا أنا عايش في كوكب المريخ؟ دي اسمها شحناء، وخاصة في مجتمع السيدات، مجتمع النساء. ولذلك أنا بحذر من الموضوع ده. بتضيع رمضان منك أونطة. مفيش حد يستاهل انك تضيع رمضان عشان خاطره. مين ده؟ مين ده اللي يستاهل انك تشمت فيه تقوم تضيع نفسك عند ربنا؟ مين ده؟ والله ما حد يستاهل. قسما بالله ما حد يستاهل في العالمين انك تركز معاه الا ربنا وسيدنا النبي. ركزوا مع الله وسيدنا النبي. فالشحناء هي ان تصل في خصامك الى درجة انك تشمت وتفرح في خصمك اذا نزل به ضر وشر، وتحزن وقلبك يعمل كده اهو وتهرف روحك لما تلاقيه كويس. اهو ده المشاحن. ولذلك حتى في غير رمضان قال الحبيب العدنان تفتح ابواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لخلقه إلا للمتشاحنين. يقول الله لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا. ما تكتبهمش من أهل الجنة غير لما يصطلحوا. ولذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، اللي هي القطيعة، فوق 3. ولما في واحد اتخاصم مع حد والاتنين كانوا بتوع ربنا فكتب إليه رقعة ترجم فيها هذا الحديث في أبيات من الشعر متنا وسندا. قال له يا سيدي لي عندك مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فلقد روى عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرمه. ما ينفعش تضيع عمرك أو ركز مع ربنا. والله من أنزل حاجته بالله أغناه الله، ومن أنزل حاجته بالخلق أذله الله. ودي من سنن ربنا في الكون. كانت في واحدة ست ذكرها الذهبي أيضا في الكتاب اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. ما تقرأوش فيه، الكتاب ده كبير كده يخض. أنا هقرأ فيه لوحدي وأجيب لكم منه الهدايا دي. اسمها رحمة بنت إبراهيم. بتقول إيه؟ بتقول إن زوجي استشهد في الحرب. هعمل إيه؟ عندي أولاد، فأنا يا إما هروح أتسول يا إما هركز مع ربنا. قالت أنا اخترت إن أنا أركز مع ربنا وأقول له يا رب زوجي أهو شهيد عندك، طب وولادي برضو عندك يا رب وأنا عندك.
قال الإمام الذهبي: فرأت زوجها في المنام يجلس على مائدة الشهداء وأمامهم ما لذ وطاب من لحم طير مما يشتهون وحور عين إلى آخره. قال: فنظر إليها زوجها في المنام وتناول كسرة من فوق المائدة وأعطاها لها في فمها فطعمتها في منامها. قال الإمام الذهبي: فمكثت هذه المرأة 27 سنة لا تأكل ولا تشرب. انت ركز مع ربنا. انت لما يجي لك مشكلة اول حاجة بتيجي في بالك مين؟ ربنا ولا هكلم فلان؟ هتكلم فلان خليه ينفعك، وسيستعبدك الله له، وسيذيقك الله مر هذه العلاقة. لكن لو أول حاجة بتيجي في بالك، أنا هقول الأدعية اللي الشيخ علمها لنا في الدرس اللي فات، اللي هي الإيه؟ أدعية العكوسات، فاكرينها؟ محدش هيعطلني. ليه؟ أنا مع ربنا، أنا مركز مع ربنا، ولو حد جه عليا هسامحه عشان ربنا، وهتعامل مع الخلق كلهم عشان ربنا. أخي ينصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح، وسامح من أساء، وقل عسى رب الورى يصفح. فالجزاء من جنس العمل. وسيدنا النبي اللهم صل عليه يقول، هذا الحديث هختم به، بس حديث أنا بسميه تصريح شديد اللهجة من سيدنا محمد. والله هختم بيه ونقوم نصلي. ده أنا طولت عليكم أول الليلة دي، ما تصلوا على النبي. الحديث ده ليا قبلكم، اللي عايز يربي نفسه ويكسر نفسه لله ينفذ الحديث اللي انت هتسمعوه دلوقتي. قال رسول الله: من أتاه أخوه معتذرا له متنصلا من ذنبه فرده ولم يقبل عذره فحرام عليه رائحة الجنة. تاني احفظوا الحديث ده وطبقوه. من أتاه أخوه، زوجتك، ابنك، أخوك، شريكك، قريبك، زميلك، جارك، أي حد جاء عليك في يوم من الأيام وجاي يقول لك: يا فلان أنا آسف، سامحني، أنا ممنون ليك والله، تسامحني يا مولانا. تقول له: لا مش مسامحك، وحسبي الله ونعم الوكيل، وكنست عليك مسجد السيدة زينب، وكشفت راسي ودعيت عليك، وحسبي الله ونعم الوكيل. طب إيه النتيجة؟ قال رسول الله، ما تصلي عليه. وللأسف الحديث مش ضعيف، للأسف ما فيش عذر. من أتاه أخوه معتذرا له متنصلا من ذنبه فرده ولم يقبل عذره فحرام عليه رائحة الجنة. الكلام كتير في الموضوع ده، لكن خدوها تحدي. لن نكتب عند الله من القاطعين للأرحام، سنكتب عند الله من الواصلين للأرحام، ولو الاسم الأخير في الكشف. ولو الاسم الأخير، يعني الاسم الأخير. صلوا أرحامكم ولو برسالة، صلوا أرحامكم ولو بمكالمة، صلوا أرحامكم ولو صلة عن بعد، صلوا أرحامكم ولو أونلاين، بس اسمي وصلت الرحم، اسمي من الواصلين للأرحام برسالة، بستيكر حتى. والله العيد داخل علينا اهو، ما تسيبوش حد من ذوي أرحامكم إلا وتزوروه. إياكم أن ينتهي شهر رمضان إلا وأنتم مكتوبون عند الله من الواصلين للأرحام. خدوها تحدي ولو برسالة. واحد راح للنبي اللهم صل عليه بيقول له: يا حضرة النبي، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كل ما أقول لهم أنا آسف يشتموني بزيادة. فقال له صاحب السيادة والسعادة سيدنا محمد: لئن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، يعني ربنا هيكفيك شرهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي أن الله سيسخر لك جنود السماوات والأرض في أن يحفظوك من شر القريب قبل الغريب. اللهم بجاه الحسين وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه فرج عنا ما نحن فيه. اللهم من بالسكينة والطمأنينة على قلوبنا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم إنا نستودعك القريب والغريب، ونستودعك أولادنا ووالدينا، ونستودعك أنفسنا وأزواجنا، ونستودعك أعمالنا وأشغالنا وأعمالنا، ونستودعك يا رب ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ونستودعك كل ما لنا وكل ما علينا، وأنت لا تضيع لديك الودائع، فاحفظنا بحفظك يا حفيظ يا عليم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله.